فعندما نقول هي بيوت الله أي تشريفا لها وتعظيما وإجلالا تنسب لله عز وجل. ونحن الآن في بيت من بيوت الله عز وجل. إذا علم المسلم أن هذه المساجد من أحب البقاع إلى الله فإنه يتعلق قلبه بها ويحبها محبة عظيمة، وكلما كان المرء أكثر حبا للمساجد كلما كان أعظم أجرا عند الله عز وجل. نعلم أن من السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله رجل تعلق قلبه بالمساجد. وقول النبي صلى الله عليه وسلم رجل هذا ليس له مفهوم، أي ليس خاصا بالرجال دون النساء، وإنما هو اسم جنس يصدق على الرجل والأنثى معا. فكل من تعلق قلبه بالمساجد باعتبار إقامة صلاتها وما يتحقق به إعمارها الذي سأذكره بعد قليل فإنه يصدق عليه هذا الفضل العظيم أن الله عز وجل يظله في ظله يوم لا ظل إلا ظله.